النهارده هتكلم عن موضوع يهم بعض السيدات، وهو هبوط الرحم. ازاي التغذية ممكن يكون ليها دور كبير في تخفيف الأعراض وتقوية عضلات الحوض. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وكبار سن وذوي أمراض مزمنة. أولا تعالوا نقول يعني إيه أصلا هبوط الرحم. هبوط الرحم ده بيحصل لما العضلات والأربطة بتاعة الرحم تضعف وما بتبقاش قادرة تشيل الرحم في مكانه الطبيعي، وده بيخلي بعض السيدات بتحس بتقل وألم في أسفل البطن، وكمان ممكن يحصل مشاكل في التبول. وعلشان نحسن الحالة دي وندعم الجسم، التغذية بيكون ليها دور مهم جدا في تحسين الحالة. أهم الأطعمة اللي ممكن تساعد في تحسين الحالة زي أول حاجة البروتين، وده بيكون ضروري جدا لبناء الأنسجة وتقوية العضلات، زي البيض والفراخ واللحوم من غير دسم والعدس والحمص. تاني حاجة الألياف، علشان نتجنب الإمساك اللي بيزود الضغط على الرحم، زي الخضار الورق والشوفان والتفاح بقشره وكمان الكوسة والبليلي. تالت حاجة الكالسيوم والمغنيسيوم، ودول بيساعدوا في تقوية العضلات والأعصاب. زي إيه؟ زي السبانخ واللوز والزبادي والمكسرات، بس بشرط تكون مش مملحة. رابع حاجة شرب المية، وده مهم جدا لتحسين الهضم ومنع الإمساك. خامس حاجة مضادات الالتهاب زي الكركم والزنجبيل وزيت الزيتون. كل دي حاجات بسيطة بس مفيدة. في حاجات بقى لازم نقللها قدر الإمكان. زي إيه؟ أقولك زي المقليات والدسم الكتير، الكافيين الزايد، النشويات البيضة زي العيش الأبيض والمخبوزات بتاعت الفرن الأفرنجي، وأي نوع أكل ممكن يعمل إمساك. نصيحة مهمة كمان، جربي تعملي حبة تمارين خاصة بالمنطقة دي، لأنها بتعمل على تقوية عضلات الحوض. ولو مش عارفة تعمليها ابعتيلي وأنا هبعتلك فيديوهات تساعدك لكده. الخلاصة إن التغذية مش علاج وحيد، لكنها عامل قوي يساعدك تعيشي براحة أكتر وتقللي الأعراض، خصوصا لو كملتيها بحبة رياضة ووزن صحي طبعا. لو عجبك الفيديو شاركيه مع أي ست تعرفي إنها محتاجة النصايح دي، واستنوني في فيديوهات تانية عن صحتك وعن تغذيتك.